عندك مناسبة لحد عزيز عليك، حد قريب منك نجح في الدراسة أو اتجوز أو عيد ميلاده قرب أو بيغير ديكور بيته أو حتى ترقى في شغله واستلم مكتب جديد، أو شخص عزيز عليك راجع من السفر وعايز تهديه هدية، أو حد عمل معاك واجب وأنت عايز ترد له الواجب ده، يبقى أكيد هتجيب له هدية أو هتحتار في اختيار نوع الهدية دي. فأنا جاي أقول لك أنسب هدية لأي حد في أي مكان وأي مناسبة هي الهدايا الفنية، لأنها كمان بترضي جميع الأذواق، وأنواع الهدايا الفنية لا تعد ولا تحصى، بس أهمهم التابلو والبورتريه، ودول لوحدهم أنواع. يعني التابلو بتكون صورة للشخص ده أو آية قرآنية أو كلام جميل بخط جميل، لكن البورتريه بتكون رسمة للشخص ده فحم أو ألوان ديجيتال أو لوحة للطبيعة أو لوحة فنية لها طابع فني ومعنى جميل، ودي بتحددها حسب شخصية صاحب الهدية. ولو مش عارف تحدد كلمني وأنا أحدد لك الهدية المناسبة، وصدقني الهدية دي هتشرفك جدا وهتخلي نظرة الناس ليك نظرة شيك ومتحضرة جدا. ده غير انها اكتر هدية هتعيش ومش هتتكسر لانها ضد الكسر والتلف، وهتسيب بصمة ليك في المكان اللي متعلقة فيه. فخليك شيك وذكي واختار الهدية الفنية.